بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء الخير كل وادنا بهدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء نشهد أن نقدرنا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء شواهد مشاهد من نوالي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء على سنة الهدي يراعي رعايا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قرأ للقرآن بحق نبا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حكا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قلبه وقلمهم دلا من صفا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء العلم والتعظيم يا الحسنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لمن كان حظ منك وانفر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء العلم جعلناه من قدر يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لا بمجيبك سر سمع دعاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك وخيم حتى ساحفنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لنا والمنى والباس شئت وشاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء بهمل في رجاء من يا رجاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والدعاء وقربني مع من يا دعا أرحم الراحمين الطف بنا في أنت قضاء حسبي وعوني فاشفني يا أرحم بشفاء الراحمين الطف بنا في قضاء قلبي والبسن لباسا يا أرحم قيا الراحمين الطف بنا في وحب قضاء ذكري واحمني يا أرحم بحماك الراحمين الطف بنا في وحببني قضاء وحبب لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يقيني وثبني ثبا يا أولياء أرحم الراحمين الطف بنا في الحمد قضاء لله واختمها بالطابع حدا يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة ربي قضاء وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحمين الطف بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في عدد قضاء الحياة الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين الطف بنا في آل قضاء وصحبه والحقنا باسم يا اسفياء أرحم الراحمين الطف بنا في من قضاء الخائفين نجنا مما يا من نخاف خائف نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالنا يا من وكاف خائف نجنا مما مجالس نخاف ذاكر اهدنا سبل يا من العفاف خائف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر يا من وعاف خائف نجنا مما نستعين يا نخاف معين شفها عسى يا من شفاء خائف نجنا مما نخاف لنا فتحا مبين جاء بالنصر يا من موافق خائف نجنا مما في نخاف شر المذيين كفاهم عنا يا من كفاف خائف نجنا مما والأوتاد نخاف الظالمين حتهم حتى يا من التلاف خائف نجنا مما شرهم في مبين نخاف منهم وفيهم يا من مضاف خائف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف خائف نجنا مما رحمة نخاف مالك في شفجر في يا من الأيام خائف نجنا مما والطغاة نخاف الباغين فيهم يا خير يا من كاف خائف نجنا مما الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف خائف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف خائف نجنا
نجنا مما ورب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف غيب نجنا مما كفنا الحس نخاف الحسين من سواه ما يا من نخاف غيب نجنا مما صلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من غيب نجنا مما نبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب الأفاق يا من غيب نجنا مما نخاف المسلمين المساكين يا الدعاء من غيب نجنا مما بارك الله نخاف المتين بهم ارحم يا من مرا غيب نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا يا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبل إحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبل إحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا الأكفان يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو ما قد يا الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى رب الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بعظيم الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران أمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجا من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي ابن الغفران مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بصم والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم بشر يا إله العالم والفقيه يا المشهد إله العالم والعلوي يا الأبرار إله من العالم بهم حال يا إله العالم بعينات يا اليوم إله ما العالم كماهم في يا الغار إله وإن العالم بدأ مني يا نور إله العالم يطلب يا للغفران إله العالم للحسن بن يا صالح إله ظهر العالم نوره يا إله طافح لا العالم تكن لي يا فاضح إله يا العالم صمد يا يا إله منان العالم مثل شيخ يا المشهد إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله وهذا ثم العالم الجد يا إله للمعاني العالم لهم يا زاد إله إذ لنا العالم بالمطلوب يا إله والفرج العالم مثل أيوب يا إله وبفرحة العالم يعقوب يا إله حين العالم زالت يا الأحزان إله العالم ربنا اغفر يا وارحم إله واعف العالم عما يا تعلم إله فإن العالم جودك يا دعا إله إنس العالم خلقك يا والجاه إله ودروس العالم القرآن يا إله واجتماع العالم الإخوان يا إله العالم لدعاء يا إله الرحمن العالم سرهم يا إله والإعلان العالم والحبيب يا المحضار إله العالم قائما يا بالأسحار إله العالم قائلا يا يا غفار إله جد العالم لنا يا بالغفران إله العالم استجب لي يا واسمع إله العالم ولنا الكل يا أجمع إله العالم ولمن لك يا إله يضرع العالم طالبا يا للإحسان إله العالم وصلاة يا تترى إله لمن العالم خص يا بالإسراء إله العالم وداويه يا ضرا إله في العالم جميع يا إله الأزمان العالم يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب توقد بت الأسباب مستدركا بعدما مات يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا مجيب كنا الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخطاء عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث من يرى كنا سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلك سودي والأعمال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي عليك كنا اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم يا الحال عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث ربي يا كنا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا ملك الملك يا يا واد عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوة القيل والقال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وحب كنا دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها
العباد واشغال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. نفس الغوية عن السبيل سوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا. قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا. استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا. خير كافي احلل علينا العوافي فليش شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله وقتتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله واكتب بيسرك عسره لا إله إلا الله بماضي جودك والإفضال لا إله إلا الله وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسله من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حان لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا وتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جد وفضلك وبرك لا إله إلا الله ترجى وبطشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وفي الغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يمور بالصالحات محب للصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يزيح كل الحرم يقهر كل الطغم يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب المسلمين. اسقنا غيث عم نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يدوم في كل عام على ممر السنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربي حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول
وهب لنا كل سؤل رب استجيب لي آمين وهب لنا كل سؤل رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جازل وكل فعلك جميل وفيك آمالنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله طالب المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب قدد الله القدوة سدد الصف ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب مثل الإمام الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لك البدر يضي لخلق الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب أبو بكر الله بن سالم وحتف للظالم الفاجر الغاشم يهليك بأمر الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب وينجي الله الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب لما الله العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله مشاء الأضرى سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب والعبد الله الجاني كثير عصياني كثير طغياني
كم خالف أمر الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله أسى محوذ بحق الكون الله الحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله يا محوذ سادتي الله غارة في الحليب الدارة ما في الكبد مارة الله 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 شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ ووضعي قومه الله وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ كفى الله ما بدول أصوابي في الحل يا أحبابي فإنكم بالله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ كونوا لنا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره حوشوه شيء لله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله هيا محوذ بكم هيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ يقدم الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ حسبي من الله حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل الله محوذ وصلي وسلم الله دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله شيخ الأضرار سلنا نظرة بجهل لا الله يموت محوذ الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أهل الخاتمة العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بمعازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها الخاتمة يا الله بها دواء أجيب تاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربنا يا ربنا قلت بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بخير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الوفاءات أنقرب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة شيئوك وألحدوك وسرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة رب كل يا معين إذا رشحت ملجبي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن إياك الخاتمة ماهل المقر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كراهن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا رب ما الخاتمة معنى أمل وكسبنا كله السلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة حين الانتقال العمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة جود الجلال بجاه بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. البعد إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجات في الجنة يحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يدخلنا في شفاعتهم ينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم وينشرنا في زمرات في عافية. الفاتحة.
الفاتحة على رأس سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي وسيدنا علي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي ابن الفقيه وعلي بن عبد الله بن علي بن الفقيه وسيدنا محمد مولد دبيله شيخ عبد الرحمن السقا أولاده شيخ أبو بكر السكران شيخ عمر محضار وإخوانهما وشيخ عبد الله الدروس أولاده أبو بكر عدنان وإخوانه شيخ علي بن بن عبد الرحمن بن علي أحمد شهاب الدين وشيخين محمد جمال اللين محمد مولى عيديد سيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم والحبيب عمر العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي الحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر والحبيب أحمد بن محمد المخضار والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب عبد الله بن شال العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سلم بن حفيظ والحبيب محمد بن سلم بن حفيظ والحبيب علي المشهور بن محمد بن سلم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سلم الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن عباس بن علي بن محمد المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب علي كويتان ثم إلى روحي الحبيب العلامة الحبيب أبو بكر العادني وأصوله منفن ثم الحبيب أبو بكر بن محمد قرسي والحبيب شابو تبوتي ثم الحبيب محمد طاهر بن محمد الحداد والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حمد بالفقيه والحبيب علي بن محمد الهبشي كتابان والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب صالح بن حامد وصول مغفر ثم إلى روحي الحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وصول مغفر ثم إلى روحي الحبيب هود بن عدروس الحسن وبشب بن عدروس الحسن وأصول من الحبيب عبد الرحمن شيعان السقاف ووصولهم مغفرا ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم زوجتي وجيه هاشم رافع وزوجتي ثم إلى روح مشايخنا وشيخهم ثم إلى روحي الشيخ محمد بن علي وجميع سادتنا أبي علي والشيخ سعد العمودي والشيخ سلم بن فضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي المزيد والشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان ثم إلى روحي الجد أبه مهاجر وزوجته ووصل وفر ومن انتسب إليه ثم يصيب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روحي الوالد ثم إلى روحي الجد برهان وزوجته ثم إلى روحي الوالد مرر علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ومشي الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا وشيخنا ومعلمينا فكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجات في الجنة يغفر لهم يرحمهم اسم الجنة. الفاتحة. من الفاتحة لحسب القول البخر كرم من جاء من خير وصل بخير وما كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم يغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى يحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة أمها. الفاتحة. بسم الله رب العالمين. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يسل الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرى فيها الخير والبركة ويعجل بها وصول السادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا يوسع من الحلال أرزاقنا ويوفينا شر الأذيات والبليات ويوفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يتل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به
وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم مسؤولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله وهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة الحضر على المسلمين الجميع أجمعين ويتقبلوه منا ويقبلون على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. أصول الخطايا ثلاثة أصول الخطايا كلها ثلاثة الكبر وهو الذي صار إبليس إلى ما صاره والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة والحسد وهو الذي جر ابن آدم على أخيه فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرص والبغي والظلم من الحسد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Usulul khataya, pangkal atau pokok dari semua kesalahan, kulliha salasatun, pasti akan bersumber daripada tiga perkara. Pokok daripada semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari tiga hal, tiga perkara. Pertama, al-kibru, kesombongan. Wa huwa alladhi sara iblis ila ma asarahu. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan dari surga dan dilaknat hingga hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kesombongan. Maksiat yang disebabkan kesombongan sulit untuk diampuni. Maksiat sekarena kecongkaan dan kesombongan sulit untuk diampuni. Selain daripada nikah, kemaksiatan seelakonen bi manos saking tak karena dari kesombongan nikah. Benar berarti makin nek dia maksiat lah. Tapi mula karena kesombongan, karena pun ngerampas sesuatu sepantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu maksiatin an syahwatin fa innaha yurja ghufranuha. Setiap sesuatu yang timbul an syahwatin, karena syahwat, karena keinginan, tak kuat punan, menahan untuk tak maksiat tak mampu, karena abang lek kuasain dikendalikan oleh setan, oleh nafsu. Fa innahu yurja ghufraniha, ketahuilah masih bisa dan kemungkinan untuk diampuni. Wa kullu maksiatin an kibrin, akan tetapi maksiat yang timbul karena kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, sesungguhnya kemaksiatan yang muncul yang bersumber daripada kesombongan, la yurja ghufranuha, maka tidak dapat diampuni dan tidak bisa diharapkan ampunannya. Contohnya iblis karena kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, ngakoh lebih bagus dari Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan Adam daripada tanah.
maka yang lebih pantas dan berhak untuk dihormati adalah aku, kata iblis. Gara-gara ngocak ana khairun. Gara-gara ngocak ana khairun minhu, engkau lebih bagus daripada Nabi Adam. Ini kan kata-kata biasa sangkun kang kui gulik sampean. Hal sereme, ringan yo caki. Kana bila aja. Toh. Selalu memandang orang lain di bawahnya. Ini karena kesombongan ini. Iblis di atas. Pertama kali orang yang ngocak ini kan iblis. Engkau. Ana. Dan kadang pacet berada dalam hati nih kah. Mumpun engkau semua tak iso. Silangkau. Mumpun engkau saja ramah. Tak bisa. Silangkau. Ini anak buah iblis nih. Karena sengocak pertama kali engkau adalah iblis. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Pon banyak cerita-cerita pemabuk, penzina, penjudi, justru tina Gusti Allah yang kak terjata kelaban esapora tu sana, kemudian orang beri kesempatan untuk nutupin kecubaan sekalipun kelaban amal saya tak sepadan bi maksiata. Tetapi karena pon aben tak mampu untuk menahan daripada syahwat, kemungkinan esapora tu sana, karena ampunan Gusti Allah lebih luas daripada tusan orang sebanyak tu sana. Ampunan Gusti Allah lebih lebar daripada lebar tusan orang siampun ngelakuin maksiat. Ketahuilah keng mon maksiat bersumber daripada kesombongan, la yurja ghufranuha. Tade kesempatan untuk esapora tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mun berde dalam ate nikah ki ngak nikah. Sehingga dalam hadis lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardhah. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui para sahabatnya, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nikah Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi nikah khutbah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir, selama di hati anak Adam tadi itu masih terjangkit penyakit yang nama kesombongan sekalipun seberat biji dzarrah. Maka ketika Kanjeng Nabi ada bunga ke sahabat nikah gerimesan, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Faqala rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki seraya mengatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan ya Rasulullah wa na'lahu hasanatan. Bukankah manusia ini senang kalau pakaiannya baru ya Rasulullah, kendaraannya baru, sendalnya baru, rumah baru, pakaian baru. Bagaimana mungkin kami akan lepas daripada sifat seperti itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah jamil, mempunyai sifat yang indah, dan Allah mencintai sesuatu keindahan. Silahkan anda berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus, berpakaian yang baru, king cek niatin kesombongan. Paham ya? Silahkan anda beli kendaraan yang baru, ngereyen mon pajat kuat, muntah kuat cek ngereyen, campur bebes, campur teret, campur tonton. Mon sampean mampu bangun tingkat, silakan, tak ada masalah. Ada larangan sampean membangun rumah tingkat, membeli mobil yang mengkilat, mempunyai uang yang berlipat-lipat, mon parlo istri 4 sekarang. Tak ada larangan, king cek sampai karena kesombongan. Nah, mon lah kelampian karena kesombongan, minyak wangi pakai yang paling harum, paling mahal karena kesombongan, ibadah mon karena kesombongan, jauh tak bisa. Nah, jadi beda tipis lah, beda tipis. Ini sampean jongok para ulama, Habib Umar bin Hafid, pakai nah
Al-Buya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki pakainya serasi matching bahasa namanya surban, sarung, rida matching, dan kadang bi sandalah coklat norok coklat matching karena tampil jelingaki orang kan aneh kelambina merah sarungnya biru surbannya coklat kan enggak andeng moro enggak pelangi. Tak harus mahal pakaian nikah, cuma bisa serasi. Oh, orang putih, mon putih, pakaian ruah pantes, pakai kuning pantes, pakai biru pantes. Mon ban semua debuk ya bisa kaca. Oh, cek kelambina saya cok patera ongku. Sesekira menyesuaikan diri bi kolen sawu matang ya paling ngendak coklat. Mon putih bebas mon celeng ya cok pakaian celeng malah tak tambah cileng. Ala kulli hal mun kula panjenengan hanya senang atas keindahan karena Allah taala juga nanti sifat jamil yuhibbul jamal. Beneran bi orang sepakai sarung tapi karena kesombongan ecap sabuk ya dok tak buang BH isakana bocok dia hari saya larang mun wadimur sabuk ya atas apa sakapin orang pakai ya enjak tentak ini kepon urus nate. Sepeda motor anyar silakan plastik kita buang neng sadalah pancet bori semelarang selarang ria segemek juta ria kini kepon perbuat naat teh tak bisa ngokor orang dari plastik dari merek dan lain sebagainya neka ilmu bener kang kui ngokor orang tapi kang kui pribadi kaulul manjenengan sehingga jauh terlepas daripada sifat kesombongan. Apa saya sombongakin dari abah ya ikhwan, apa saya sombongakin tak pantas ya, karena kesombongan nikah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yurwihi an rabbih menceritakan meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hadis qudsi qala Allahu azza wa jal al kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhabtuhu finnar. Rawahu wa fi riwayatin qadhabtuhu finnar. Gusti Allah dalam hadits qudsi ada bu al kibriya'u ridai kesombongan tang surban dah. Kesombongannya ke surban Gusti pantas surbannya ke mone yang kui emilikin dening Gusti Allah. Wal 'azimatu wal 'azamatu izari membahasakan pakaian benar berarti Allah taala di surban enten hanya membahasakan keagungan adalah sarungku kata Allah. Sarung pantas yang kui manusia beda tangan sarongan loco tak loco bener pakai nah iya sarungan tapi tangke lutung pergi ke pasar lah pakai surban pakai sarung lutung pergi undangan kan loco. Sarung pakai nama manusia surban pakai nama manusia. Surban kesombongan adalah pakai na Gusti Allah. Sarung keagungan adalah milik mutlak andin Allah Subhanahu wa man naza'ani wahidan minhuma barang siapa yang mengambil salah satu daripada keduanya qadhabtuhu finnar yon talaki ke neraka apa lebih dari sifat kesombongan. Nah naudzubillah jadi perlu ngenangan nek debu nek luar biasa. Pertama sedaya kemaksiatan mesti sumber dari teloknya. Pertama apa? Karena sombong. Nomor 2 wal hiris. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Sifat hiris inilah yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Iblis beda surga keluar karena kesombongan. Tetapi la yurja ghufranuha tontung elaknat karena sombong. Pita bin Nabi Adam. Daripada odi dalam surga, iblis surga, Nabi Adam juga surga. Nabi Adam patoron dari surga. Bahasanya bener tontung. Bener pecat tak terhormat. Karena Nabi Adam adik sifat hiris
terlalu untuk ingin mengetahui rasa daripada buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Allah Subhanahu wa taala pun ada bujak mak semak dek kajuriyah. Iblis aku dah. Cek saking sampean ada ernek ke Nabi Adam, wah kekal abadi sampean bede swarga. Karena cek terona takwar keluar dari swarga, heres. Karena sifat heres ini kah? Akhirnya Nabi Adam asalah bi Gusti Allah wala taqraba cek mak semak bene tak oleh ngakan asemak pun tak oleh. Ternyata Nabi Adam bene kunco mak asemak tapi sampai bengal muntut al khuldi. Akhirnya toron dari surga keng cuma karena syahwat, karena rasa tero yurja ghufranuha. Nabi Adam tetap abdi boleh ke surga Allah Subhanahu wa taala piteh bereng maksiat si asal dari sombong la yurja ghufranuha al hiris. Sedangkan ingin sekali cek terona sarah daripada syahwat kila untuk terus mengetahui rasana de remakakanana yurja ghufranuha. Neka Nabi Adam cuken keluar, tetapi karena hiris benih karena kesombongan kita tetap depan dua neka odi makhluk senencaknya ma iblis neka odi iswarga Nabi Adam berde swarga walaupun prosesnya hikmah daripada Nabi Adam keluar daripada swarga aneka ciptaki manusia saking Nabi Adam berde swarga terus tak lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Adam tak keluar dari surga, ada manusia, ada kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala beda skenario lain, beda keperluan lain. Keluar Nabi Adam, mun Nabi Adam tak keluar ke dunia, tak turun ke dunia, ada kehidupan yang dunia nikah. Antum min Adam wa Adam min turab. Karena manusia nikah setuju dari Nabi Adam. Oleh karena itu, bid'ah. Maksiat karena kesombongan, dan maksiat karena syahwat, keinginan. Kedua-duanya sama melakukan kesalahan, tetapi yang didasari karena kesombongan la yurja ghufranuha, yang satunya karena hiris, karena keinginan, maka yurja ghufranuha ki sepora tining Allah Subhanahu wa taala. Wah panjang lebar mau cerita aki taubat Nabi Adam, proses keluar apesa bi ibu Hawa, ketemu neng Arafah, ya neng Makkah ketemu bi Nabi Adam dan lain sebagainya. Nah, ini panjang lebar cerita. Saya nomor telok kemaksiatan pokok daripada kemaksiatan si nomor telok yang kipeneka wal hasad. Karena apa? Karena hasud. Wa huwallazi jarra ibna Adam ala akhihi. Inilah yang menyebabkan putra daripada Nabi Adam Qabil dan Habil membunuh saudaranya. Faman wuqiya syarra hadhihi thalathah, barang siapa yang terjaga dari tiga sifat ini, tiga penyakit nih kah, faqad wuqiya syarra, maka benar-benar orang tadi itu benar-benar terjaga daripada segala bentuk kejelekan. Montelok nika kuli sampean menghindar berarti terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Keng mula telok nika terjangkit kuli sampean, beda kesombongan, beda hasud, beda hiris, beda hasud, silakan sampean alakoh. King sampean je sampai dalam pikiran akal otak pikir rumah sekira soki kudu soki akhir menghalalkan segala cara. Tak larang sampean dadi reng soki, tak larang sampean dadi pejabat, tak larang sampean dadi apa be silahkan. King cek sampean ada hiris, mula hiris sampean keinginan yang kuat terus cek terus bomo tak stres. Akhir dusta-dusen tibi kok takon tibi. Takok tak ngakan, takok ruwat, takok ria, takok elegan, ya, takok elegan. Tadi mun kula manjenengan neka terhindar dari telok neka pangkal atau pokok daripada seluruh kejelekan. Napa? Pertama napa? Sombong. Nomor dua hiris, keinginan yang terlalu. Nomor telok hasud. Al hasud la yasud wa in balagal maksud. Orang yang hasud tidak akan mungkin sukses sekalipun kelihatannya berhasil. Maksud tujuannya terpenuhi, tapi dalam hakikat tetap tak berhasil orang yang hasud nih. Tak berhasil orang yang hasud.
Ala kulli hal nyonda ke Allah Subhanahu wa taala mentermuka kul panjenengan ejaga tining Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kesombongan, dari penyakit terlalu keinginan, dan dijauhkan daripada penyakit hasud. Naudzubillah. Telok nikah terjadi matiin orang ya karena hasud. Terjadi matiin orang karena hasud. Terjadi menfitnah, terjadi macam-macam kecubaan kepilih dari hasud, dari heres, dari kesombongan. Mula dek keneng nikah empon. Oleh karena itu tek larang berpakaian si anyar, tek larang sampean beli mobil, tek larang sampean beli sepeda motor, bangun compok meleh sabo meleh tekel, cuma niatin setuju nikah karena ibadah, pakaian karena pakaian kelai perintah nutup aurat oleh kencaran. Lebih-lebih kelampin benar hanya sekadar kelampin zahir, walibasuhumut taqwa, tapi kelampin takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mentermo ke titik ilmu si manfaat si barakah, mentermo ke ejawakin dari telok penyakit nih kan sombong, heres, napa? Hasud. Mentermo ke situ je selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir kaulah ketika kul panjenengan beda orang ekresah mak sombong orang ngak kata ria. Menghindarlah dari orang ngak nikah. Takut kul panjenengan keneng itu larin penyakit. Apa long bi orang kok mak semakin apa long bi orang semakin urusan dunia mak ada akhirat sekali, ada dikira sekali, tak ngajak orang si bagus. Heris mak nambah lopang kok ada Gusti Allah, lopang ke akhirat. Soal urusan tu apa long bi orang dia mak ngajak hasud, ngajak mencelaka orang, ngajak dia. Untuk terus selamat dan menghindar dari ngak nikah, maka insyaallah selamat. Benar berarti kulit sambian nikah orang yang soceh, orang yang pote, orang yang tadi itu sah. Justru menghindar ngak nikah terus selamat tak. Paham ya? Jadi sebagaimana Imam Ghazali nikah menerangake bab maksiat seakan-akan beliau nikah ngelakonin maksiat padahal enten. Menjiwai betul beliau. Ketika beliau nyeritake bab taubat, maka seakan-akan beliau nikah atobat ongku dari dosa. Luar biasa. Maka Imam Ghazali pernah ada bu'araftu syarra la li syarri walakin litawagih wa man ya'rif minan nasi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi wa gu'afi. Kita menghindar daripada orang-orang yang jelek dan yang buruk pekerjaannya bukan karena kita merasa suci, karena menghindar kita ingin selamat. Pada orang tahu cek dia setrum dan membahayakan setrum neka, maka menghindar dari setrum supaya jabe selamat. Untuk mengetahui neka racun, neka matu, kalau panjenengan bisa menilai, oh racun, matu, mon meracun cuma semak, mon matu, enom, wari indrim. Untuk mengetahui kita uji, wah kita lihat, wah Arya racun bahaya, wah orang ria, mak dia ngomong, orang ria mak sombong, orang ria mak hasud, orang ria mak heris. Supaya kalau panjenengan mengetahui, dari singkat kalau zaman menghindar, timpon la oneng. Menghindar benih aroma sebagus, benih tahu setrum nekuk setrum. Nah nekuk tahu setrum itu nekuk setrum dia kering ben, gosong. Yang tahu cek racun kayak yenom, minum racunnya kelepak ya kelepak kongku ben salah pula. Wah odi ruwet mate bela kita mah ruwet, ruwet tambah tak rokaruan. Ya jadi oning cek neka sesuatu yang membahayakan kita menghindar. Orang nikah mungkin kelakon tak sae kulit sambian menghindar benih karena aroma lebih sae punten karena abah nikah terus selamat tenang termuka titik ilmu si manfaat. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina tatabur rahim warhamna ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana antarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.